بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وبعون الله تعالى نعلن مدينة الرستن مدينة محررة، ومن خلال هذا الموقع قمنا نحن لواء خالد بن الوليد بالتعاون مع سرية من سرايا كتيبة الفاروق بتحرير مدينة الرستن، بتحرير البيوت التي احتلها جنود وشبيحة الأسد وجهزوها كدشم يقنصون منها الشعب السوري والمتظاهرين السلميين. وقد تم بعون الله تعالى أسر أو اعتقال عدد من جنود وشبيحة الأسد، وهم ترونهم أمامكم: سليمان عيسى العلي 8704 533، حسين الحسين 875 7361 البلد المحافظة الانتخابية. سليمان خالد مصطفى متر 447. ماهر حلاوي الشام 8819 966. علي محمد الفهد الرقة 8772 318. فاز جدعان اللافي الغامشلي 8769 477. كرم درويش فتح الله أدلب مارتن نعمان 8770 463. عادل عبد الحميد حميدو رقم العسكري 8718 542. طارق المصري 8793 248. علاء الأحمد 8718 878. محمد خالد شحاده من حلب 8997 105. نعم إخوتي، وكما ترون جميعهم من محافظات السورية ككل. ليس نحن نحارب من قبل كل المستفيدين من النظام السوري، ليسوا من الطائفة العلوية فقط، بل هم من جميع الطوائف. انظروا إليهم. سنعالج أعيدكم أيها الشعب السوري بأن نعاملهم معاملة حسنة، معاملة كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية ومعاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب. سنقدمهم إلى المحاكم، ونقدم كل من أعطاهم الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وعلى شعبنا الأعزل. هؤلاء هم من احتلوا بيوت ومنازل أهالينا وطردوهم منها وشردوهم تحت البرد وتحت الحر. إنهم قتلة، ها هم قتلة الشعب السوري. انظروا إليهم. سنحاكمهم إن شاء الله من خلال محاكم عادلة سيجهزها وسينشئها النظام الجديد، النظام الديمقراطي، النظام الحر الذي سنفرطه وسنخلقه من خلال أبناء شعبنا الحر الذي سيناضل حتى تحقيق الحرية أو النصر إن شاء الله. انظروا إلى هذا المجند، إنه مصاب، كان يرمي الشعب السوري فأتته طلقة من جنود الجيش الحر، أصيب بيده. هذه اليد التي امتدت إلى دماء الشعب السوري الأعزل. اليوم في هذا التاريخ في 4 من شهر شباط لعام 2012 تم تحرير مدينة الرستن بعون الله، وانتصرنا على هؤلاء الشبيحة وهؤلاء الجنود القتلة. سنحاكمهم في بمحاكم عادلة إن شاء الله. وهؤلاء أيضا هم عناصر من سرية أو من سرية كتيبة الفاروق، من سرايا كتيبة الفاروق: الأخ محمود طلاس، والأخ حسام شخدو، والأخ مصطفى عبد الرزاق طلاس. نعم، هم جنود من جنود كتيبة الفاروق التي آزرتنا وجاءت من مدينة حمص لتؤازرنا وتساعدنا في عملياتنا القتالية ضد نظام الأسد وشبيحته. الله أكبر.